وبعدين اللي فاضل مش هيكفي بقية الشهر. طيب ندبر الأكل منين؟ مشكلة. يبقى مفيش غير حل واحد، نخلي الأكل بدل ما هو 3 طبقات يبقوا طبقتين في اليوم. خلي الفطار الساعة 12 الظهر، والغدا أو العشاء الساعة 7 المغربية. مفيش حل غير كده. مس عبد المسيح، تقوم اشرب حاجة قبل ما امشي؟ اتفضلي يا مروان، شكرا. تعبناكي. ما تخلي يا اخويا، انتوا اولى. يا ام روماني، ما احنا عارفين البير والغطاء، ما احنا زي بعض، وانت محتاجه زي ما احنا محتاجين. عموما ان شاء الله ميعادنا الجمعه الجايه زي النهارده عشان تدمس لنا الفول كالعاده. انا تحت امرك يا اخويا. بس كنت عايزه اقول حاجه كده، يعني مكسوفه حبتين. اتفضلي اتفضلي يا ام روماني، قولي اللي انت عايزاه. مفيش مره يا اخويا كده اطبخ لكم شويه ملوخيه بالتقليه، ولا شويه فاصوليا، ولا شويه رز بلبن؟ ده انا طباخه بريم. امال ايه؟ ولا انتوا يا اخويا ما سقطوش من الفول المدمس اللي انتوا بتاكلوه طول السنه؟ ام روماني بقول لك ايه، ما تقلقيش علينا، معدتنا واحنا عارفينها، معدتنا متعوده على الفول المدمس.
ايه يا عم رزق؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبار المدرسه ايه؟ الحساب معاصلك معايا شويه. طب ما قلتليش ليه يا ابني؟ ما انا معاك، لو عايز حاجه انا معاك في الحساب. ايه مالك؟ مش عارفه والله الحته دي هتلاقي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابني انت لازم تستحمى وتستحمى دلوقتي. ايه الريحه دي؟ وايه الهدوم دي؟ يا ابني الهدوم دي لازم تتغير دلوقتي. امال فين ام روماني؟ سايباكم كده ليه؟ يا ام روماني! انت يا ام روماني! يا ولاد! انتوا فين يا ولاد؟ ايوه يا اخويا. ايه ده الرومان ده؟ ايه في ايه يا اخويا؟ العيال مالها كده؟ العيال دي مالها دي ما استحمتش؟ بقى قد ايه؟ يا اخويا انا من ساعه ما عرفتكم ما سمعتش ان حد استحمى. ازاي الكلام ده يا ام روماني؟ انا فاكر ان انت بتيجي كل جمعه بتدمسي الفول وبتحمل الولاد. غسيل ايه وحمى ايه يا اخويا؟ هم حالتهم غير الهدمه اللي عليهم. طب انا دلوقتي لما اجي احميهم واغسل لهم الهدوم هيقعدوا عريانين؟ صحيح. نسيت انا الحكايه. ما انت الله يكون في عونك. لو في واحده ست في البيت كانت زمانها دلوقتي اخدت بالها من البيت والتنظيف والحمى وكل حاجه. لكن على راي المثل البيت اللي من غير ام حاله يغم. انت عندك حق يا ام روماني، بس الولاد دول لازم يستحموا وهدومهم تتغسل ودلوقتي. طب ازاي؟ والعيال دول هيقعدوا عريانين لحد ما الهدوم ما تنشف؟ انا هتصرف يا ام روماني.
ايه الاخبار يا مرماني؟ ولا تشغل بالك يا اخويا، ساعة زمن والهدوم تنشف وكله يبقى تمام. يا مسهل. الهدوم. طب وبعدين يا مرماني هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عارفه يا اخويا، بس ايه الحظ ده؟ طب العيال هتلبس ايه؟ ده العيال قاعده عريانه تحت. خلاص انا لقيت لك الحل. طب ما تقولي مستنيه ايه يا مرماني؟ ما تتكلمي. 10 دقايق والهدوم تنشف. عفارم عليك يا مرماني. يا مرماني ارفعي شوف الغسيل على السطوح، زمانه نشف. حاضر. يلا بسرعه، ده البنات زمانهم هيموتوا من البرد. في ايه؟ طب ميه بسرعه. انا زعلان، دول ولادك انت، جعانين وعريانين راضيين، عيانين وطهقانين وبردانين راضيين، خدمة واحدة راضيين. لكن الخدمة اللي سابنا العيال تتحرق يبقى لا. بص، دول ولادك انت، مش هكون احن عليهم منك. اتصرف انت بقى عشان انا خلاص انا تعبت، ما بقتش استحمل، مش قادر. أستاذ عبد المسيح، أستاذ عبد المسيح، أستاذ عبد المسيح، أستاذ عبد المسيح، أستاذ عبد المسيح. حضرتك الأستاذ عبد المسيح؟ ايوه انا عبد المسيح. اي خدمه نقدر نقوم بيها؟ أنا جاية أوصل لك رسالة تخصك. يا اهلا وسهلا. يا ولد ايه كده؟ ما ينفعش عندنا ضيوف. عيب يا ولد، خشوا على اوضتكم. عيب. معلش يا ولد، كل واحد على بعضه. عيب.
كده وجايه هنا ليه؟ وايه حكايه الهدوم اللي حضرتك جايبها معاك؟ انا اقول لك الحكايه. انا عايشه في المقطم في القاهره، وفي يوم وانا بصلي قدام صوره العذراء حصل معايا اللي ما كنتش اتصور ان هو يحصل مع واحده زيي. مريم، أنا مبسوطة إن اسمك على اسمي. أنا جايلك النهاردة عايزة أطلب منك طلب. امي العذراء جايه تطلب مني انا طلب؟ معقول؟ هتروحي حالا تجيبي 12 طقم هدوم والمقاسات اللي هقولك عليها، وتروحي اسكندرية تسألي عن واحد اسمه عبد المسيح في المكان اللي هقولك عليه. بس انا ما اعرفش اروح هناك، ده انا ما اعرفش غير بلدنا. ما تخافيش، أنا هوصلك، بس انتي الحقي روحي المحلات بسرعة قبل ما تقفل. وديني هنا دلوقتي وسطيكم. معقوله 12 طقم هدوم لكل ولد بدل الهدمه القديمه اللي اتحرقت؟ فعلا الله هو رجاء من ليس له رجاء، الله هو معين من ليس له معين، الله هو أبونا الحنين بيحبنا وبيهتم بينا وبيدينا كل احتياجاتنا. علشان كده لازم نفضل واثقين دايما إن الله لا ينسانا.